انا جاي اتكلم مع جماعه النهارده معاكم على حادثه الغاز اللي انفجرت على طريق الواحات في مدخل 6 اكتوبر. ليه يا جماعه مفيش تصريحات بتطلع ولا حد بيتكلم عن الحادثه اللي حصلت دي؟ الحادثه دي كبيره ومروعه ومات فيها ناس كتيره جدا وفي اصابات كتير، وفي من ضمن الحالات الاصابات دي حالة أنا أعرفها شخصيا، هي الدكتورة سما عادل أمين، طالبة في المرحلة الأخيرة في كلية طب الأسنان. دي كانت راجعة بعد مشروع التخرج بتاعها مباشرة، وحصلت الحادثة دي وهي راجعة. الدكتورة سما حاليا في العناية المركزة وحالتها حرجة جدا. احنا مش عارفين دلوقتي حالتها وصلت لإيه، واحنا عرفنا من مصادر إن الناس كانوا السبب في الحريق اللي حصل تواصلوا مع والدها عن طريق التليفون وعايزين يتفاوضوا معاه علشان يحلوا المشكلة وديا. المشكلة هنا يا جماعة مش مشكلة ماديات علشان نخلص او نكتم على المواضيع، المشكله هنا احنا عايزين حقهم مش معناه ماديات او فلوس. احنا ما بنتكلمش على حقهم بماديات وفلوس، لازم تتحاسب. المسؤولين ورا سبب الحادث ده لازم يتحاسب. ازاي واحد يروح يحفر في منطقه هو مش عارف بيحفر ازاي، في غاز، في كهرباء، في ميه. النهارده تسببت الغاز، بكره احنا مش عارفين ايه اللي هتسبب. النهارده كذا حد مات واستشهد وفي ناس اتصابت، بكره يبقى الدور على مين؟ احنا مش عارفين. احنا لو سكتنا على الحادثه دي او اللي جاي هنسكت على كل حاجه. حقهم لازم يرجع يا جماعه. مين المسؤولين ورا السبب الحادث احنا عايزين نعرف هم ليه بيكتموا على الموضوع ومفيش حد بيتكلم عن الموضوع احنا لازم يا جماعه نتكلم، كلنا نتكلم، كلنا نطالب بحقوق الناس دي. احنا ما ينفعش نسكت على مواضيع زي كده. دي ارواح ناس وبشر، دي حاجه مش بسيطه. في ناس استشهدوا، ربنا يغفر لهم ويرحمهم ويصبر اهاليهم وذويهم، والناس اللي اتصابت دي ربنا معاه ويشفيها ويطمن اهاليها عليها. حقهم مش هيضيع يا جماعه. حذيفة كان في عربيته، وده طريق كان نازل من البيت، ده طريق الشغل بتاعه. كان ماشي من مكان الحادثة. اللي حصل ان العربيات وقفت، الناس وقفت العربيات اثناء لما اتكسرت الماسورة، والجاز مسك في العربيات والعربيات ولعت طبعا. حذيفة نقلوه على مستشفى زايد التخصصي الإسعاف. هو ومحمود اتنقل على المستشفى العام 6 أكتوبر. حذيفة بعدها اتنقل من مستشفى زايد التخصصي لمستشفى الشيخ زايد النهيان اللي في منشية ناصر. حذيفة حالته مش مستقرة، حذيفة حالته خطر جدا. حالة حذيفة في غيبوبة. حذيفة عنده نسبة حروق 75%. غير ان الرئة واقفة فيها مشكلة، عنده مشكلة في التنفس، وحصل له تسمم في الدم بسبب الحريق.